هو في تعقيب بس بسيط على كلام حضرتك. هو دلوقتي يعني اصبح متاح ان هو خريج علوم بيشتغل في شركات الادويه، ولكن بيبقى محجم شويه محجم، في مظبوط. الكيو اي مثلا، او في الكيو سي، ويشتغل اي بي اس. يعني هو شغلانته ايه ليميتد برضه، يعني مش مظبوط، يعني مش الحاجه اللي قلما هي. يشتغل برودكشن. مظبوط. يعني ده تعقيبا بس على كلام حضرتك يعني. فانت لازم تبقى مميز في حته معينه عشان خاطر تقدر تعمل حاجه زي كده. فخلاص انت اخدت الريسك، ابدا اشتغل 3 سنين. نبدا كانك انت دخلت كليه الطب، وابدا اعمل ماجستير. قعدت سنه رابعه وتمهيدي ماجستير في المعمل مع الدكتور مجدي لغايه ما شربت الموضوع وشربت الصنعه. وفيها مرمطه، فيها مرمطه، وفيها تعب، فيها تعب. وساعات كنت بشتغل للدكاتره اللي موجوده مع الدكتور مجدي بحب، عشان بتعلم وعشان خاطر السنسيتيفيتي بتاعت ايدي تبقى زياده. لمجرد ان انا ازود يعني عدد الشغل فيزيد عندي الخبره. تمام. وابقى في الاخر سنسيتيف. ازاي اقدر ايدي تقول ده انت ايدك تتلف في حرير، او انت ايدك تتلف في حديد؟ اه، ده بيبان من ايه؟ من الشغل. ايد جراح، يعني ايد بتطلع كيميائي يعني. وبتطلع مركبات نظيفه وحلوه وجميله وبيور. ولما تيجي تعملها النمار، تقول النمار الله، ده البروتون ده زي ما الكتاب بيقول. ما فيهاش بقى الامبيوردز اللي موجوده. انت ايدك حلوه في الشغل. طب هيجي منين؟ من الممارسه ومن الشغل اشتغلت الكتير. كتير فغلطت كتير فتعلمت من الاخطاء دي، فالشغل اللي جاي شغل على نظيف.